وبيبدأ الفيلم في نيويورك عام 1974 وتحديدا في العربية دي بيكون فيها سيفانا وباباه واخوه الكبير. بيكونوا ماشيين ومرة واحدة سيفانا بيلعب في البتاع اللي في ايده دي. مرة واحدة كل حاجة بتتلخبط من حواليه والعربية بتمشي بسرعة مهولة. الازاز بيشبر من حواليه والعربية بتقف مكانها. بينزل تحت بيلاقي نفسه في مكان غريب جدا. بيخش جوه بيلاقي الشخص ده. بيقول له هو انت مين؟ بيقول له انا اخر واحد من الابطال الساحرين. عدت الاف السنين وانا حارس المكان ده وحابس الوحوش دي. الوقت اللي هورث قدرات الشخص تاني علشان يكمل بدالي، ولذلك انا اخترتك انت. بيقول له وانا موافق. بيقول له استنى، لازم تثبت انك شخص طيب ومستحيل اي شهوات تسيطر عليه. الشيطان ده بيقول له ما تسمعش كلامه ولا تنفذ اللي بيقولك عليه. احنا هنديك قوة اكبر من اللي هيديها لك بكتير. كلنا هنكون تحت امرك. روح خد الكرة دي وهتبقى اقوى شخص على مر التاريخ. بيثق في كلام الشيطان وبيكون خلاص هيلمس الكرة، ولكن الساحر بيقول له اثبت عندك. الشياطين ضحكوا عليك ولذلك انت ما تستحقش الورث العظيم ده، وبيرجعه تاني مكانه. الواد بيتجنن وبيفضل يخبط في باب العربية عايز يرجع تاني. اخوه بيمسك فيه وباباه بيركز معاه وبيتقلبوا بالعربية. هو واخوه بيطلعوا كويسين ولكن باباه بيخسر رجليه. اخوه بيقول له انت السبب. بيرجع لورا بيلاقي اللعبة بتاعته اتكتب عليها دور علينا. في الوقت ده الشياطين بيقولوا للساحر خلاص قوة سيطرتك علينا ما بقتش تأثر علينا، قريب جدا هنخرج من سيطرتك ومش هتلاقي بطلك ابو قلب طيب اللي انت بتدور عليه. الساحر بيقول لهم مستحيل، قريب جدا هلاقي البطل اللي هيفضل مسيطر عليكم. وبتعدي السنين وتفوت الايام لحد ما بنوصل ل 2023. بيظهر معانا الوحش العنيف الولد المشاغب بيلي. بيبلغ الشرطة ان في حرامية في المكان. الشرطة بتحضر وبيدخلهم المحل وبيقفل عليهم. بيخش عربية الشرطة وبياخد عنوان بيت معين. بيسيبهم محبوسين جوه وبيروح على العنوان اللي خده. بيوصل هناك وبيفتكر اللي حصل له وهو طفل صغير لما كان مع مامته واديت له اللعبة دي، ومرة واحدة بيتوه وما بيعرفش يرجع لمامته. الشرطة بتاخده وبتفضل تدور على مامته ولكن ما بيلاقوش لها اي اثر. من ساعتها وهو بيدور على مامته بيروح يخبط على البيت اللي كانوا ساكنين فيه. فعلا بترد عليه واحدة ست بيقول لها افتحي يا اما، افتحي يا ست الحباب انا جيت. بتخرج له الست دي وبتقول له انت عبيط، امك مين؟ انا لسه انسه. بيسيبها ويمشي وبيروح للدكتوره اللي متابع معاها وبيحكي لها كل اللي حصل. بتقول له ما انا قلت لك كفايه تدور على حد عمره ما دور عليه، لان لو مامتك بتدور عليك اكيد كانت هتلاقيك من زمان. صدقني واعمل بكلام اللي انت مش مقتنع بيه. روح مع الاسره دي هيعاملوك زي ابنهم وهتحس ان ليك ام وكمان اب يحس بيه. جرب كلامي ومش هتندم. بيستسلم وبيروح مع العيله اللي عايزينه. وبابا الجديد بيكون فيكتور ومامته بتكون روز. بيوصلوا البيت وبيكونوا متبنيين غيره كتير. بيتعرف على الاولاد واحد ورا التاني، واول واحد فيهم مدمن العاب وهو يوجين، والتانية دلارا، والتالتة ميري، والرابع بيكون فريدي وده اللي بيبقى زميله واخوه الكفاءة الجدع اللي بيفضل معاه طول الوقت. في الوقت ده سيفانا بيكون كبر واتجنن اكتر باللي شافه وهو طفل. من ساعتها بيدور وعايز يرجع المتاهة تاني للساحر. فعلا بعد تعب ومجهود بيوصل للطلسم وبيكتبه على الباب بيفتح معاه وفعلا بيخش المغارة. في الوقت ده الساحر بيكون خلاص قوته بتروح وسيفانا بيقول له انت نسيتني صح؟ بيقول له انا مستحيل انساك يا ابو قلب اسود. الشيطان بيقول له احنا اللي كنا مستنيينك، روح خد الكرة دي وخرجنا. وفعلا بيمسك الكرة وبيخرج الشياطين. بيتجمعوا كلهم في الكرة وبيخشوا في عينه. الساحر بيحاول يوقفه ولكن ما بيقدرش وابن الهرمة بيخلص عليه. في الوقت ده بيلي واخواته بيخلصوا مدرسة وبيكونوا مروحين، ولكن برين وزميله البارد بيخبطوا فريدي بالعربية. بينزلوا له من العربية وبيقولوا له معلش يا عديم الاب والام. بيلي بيغضب وبيرجع يكسر عظمهم بالكامل، ولكن ابن الهرمة بيقوم عليه وبيكسر عظمه. وبيلي ما بيعرفش يعمل معاه اي حاجة. بيهرب منهم وبياخدها جري منهم لحد ما بيوصل للمترو. بيخش جوه وبيقعد مطمن، ولكن مرة واحدة كل حاجة بتتغير في المترو. هو بيمشي بسرعة مهولة. بينزل تحت بيلاقي نفسه في المغارة. الساحر بيقول له ازيك يا بيلي؟ بيقول له انت عرفت اسمي منين؟ بيقول له انا اخر واحد في الصحراء الابطال. بيقول له ربنا ما معايا فلوس، انا صرفت مصروفي كله في المدرسة. بيقول له انت بتستهبل، انت قدام اقوى ساحر على مر التاريخ ولذلك انا اخترتك انت تكمل من بعدي. زمان انا اخترت الشخص الغلط واما اديته القوة استغلها ضد البشر. المرة دي انا عايز اختار صح. اخترت شخص قلبه طيب ونضيف يقف قدام الشر ويحمي البشر من كل سوء. بيقول له الشر مين وحر مين؟ ده انا لسه واخد علقة من 2 زمايلي في المدرسة. لا يا عم شوف حد غيري. بيقول له انت اللي هتكمل. بيقول له حاضر يا عم بس ما تزعقش. عايز نعمل ايه؟ بيقول له امسك العصا دي وقول اسمي علشان تاخد كل قوتي. بيقول له ما تزعقش يا عم حاضر اسم الكريم. بيقول له الشيزام. بيقول له بتهزر اسمك حزام؟ بيقول له اخرس خالص يالا انت هتهزر معايا. امسك العصايه دي وقول اسمي. بيمسك العصا وبيقول الشيزام. هو فعلا بيلي بيتحول وشكله بيتغير ما عرفتوش. بيقول له ايه ده؟ هو
هو انا اللي طولت ولا انت اللي قصرت ولا القطه اكلت عيالها ولا ايه؟ بيقول له انت بتحول بتوصل لسن رشدك بالكامل، ولذلك جه الوقت اللي هتكمل فيه من بعدي وتملى عرشي وعرش اخواتي وتحاربوا الشر من بعدنا. هو بيتحول لرماد. بيلي بيرجع تاني المترو والشخص ده بيقول له لا حلوه البدله دي. بيخرج جري من المترو وبيرجع تاني البيت. بيلاقي فريدي في وشه بيقول له انا، بيقول له حرامي، بيقول له حرامي مين يا ابن القرمه؟ انا بيلي، ما تعملش اي صوت، اخرج لبره وهفهمك. هو فعلا بيخرج له وبيحكي له كل اللي حصل معاه. فريدي بيصدقه وبيقول له عاش يا اسطى، انت كده بقى ليك قدرات خاصه، هو مورينا حاجه كده. بيبدا يكتشف قدراته وبيروح الماركت. هو مره واحده بيخش حراميا المكان، بيثبتوا البنت اللي على الكاشير. فريدي بيقول له خش هتجيبك، دي فرصتك، خش وتعامل معاهم. بيلي بيروح لهم وبيقول لهم عندك قد منك ليه. واحد بيرفع عليه السلاح فبيلفوا الناحيه التانيه وبياخدوا منه. التاني بيخبطوا بطلقه فبتقع على الارض ولا بتاثر فيه. بيكسر عظمهم وبيكتفهم وبيرموهم للشرطه بره. وهم ماشيين بيقول له اصلا انا هنام فين؟ امنا وابونا لو شافونا مش هيصدقونا. بيقول له ما تقلقش انا هدخلك البيت في المداري. هو فعلا بيروحوا البيت وبيطلعوا جري على الاوضه، ولكن دلارا بتكون في الاوضه. بيلي بيقول لها ما تخافيش انا بيلي، اللي حصل ان في سحر كبير جدا قال لي قول شيزام، فبيرجع لشكله الطبيعي. فريدي بيقول له يا جامد، يعني انت بتقول شيزام تتحول، تقول شيزام ترجع تاني لشكلك الطبيعي؟ بيقول له الظاهر كده. بيقول للبت اسمعي، اوعي تقول اي حاجه من اللي حصل لاي حد. بتقول لهم عيب عليكم، سركم كبير، محدش يعرف اي حاجه. في الوقت ده سيفانا بيروح لباباه واخوه وبيقول لهم انتوا اتخليتوا عني علشان انا منحوس، وكنتوا بتكدبوني في اللي انا شفته وانا صغير، وساعتها قلتوا لي ان الحادث ده حصل بسببي، وانك انت دلوقتي يا بابا على كرسي متحرك بسببي. انا هثبت لكم اللي انا شفته وانا صغير كان حقيقه. بيخرج الشياطين اللي في جسمه بيخلصوا على كل اللي في المكان بالكامل. بيقول له ابو صدقتني، هي دي القوه الحقيقيه، مش الفلوس اللي عشت طول حياتك تعمل فيها. انا دلوقتي اقوى شخص في العالم. الشيطان بيقول له لسه، الساحر لقى الوريث لقدراته، لازم نلاقي الوريث ونخلص عليه قبل ما يكتشف قدراته، لانه لو عرف قدراته هيخلص علينا بكل سهوله. في الوقت ده بريت وزمايله بينزلوا من العربيه اللي خبط بها فريدي، فبيلي بيتحول وبيكسر له العربيه. بيخلص مدرسه وهو بيجرب مهاراته، بيخبط الباص ده بضربه. الباص بيكون خلاص هيقع بالناس اللي فيه، ولكن بيروح يلحقه وبينقذ كل الناس اللي فيه. سيفانا بيحضر في المكان وبيقول له بقى انت الوريث ابو قلب طيب اللي الساحر فضلك عني، انا هديلك خيارتين وانت تختار الخيار اللي تناسبك، يا اما تديني قوتك واسيبك تعيش، يا اما هقتلك وبرضه هاخد قوتك. بيقول له بجد؟ طب اللي معاك اعمله. بينزل في تخبيط وبياخده وبيطير بعيد وبيسيبه ينزل تاني لتحت. وطبعا بيلي ما بيعرفش يطير وهو نازل، بيحاول يعمل اي حاجه علشان يطير ولكن ما بيعرفش وبيكون خلاص ينزل على الارض، ولكن في اللحظات الاخيره بيطير وما بيكونش مصدق نفسه، وهو بيكون في منتهى السعاده. ولكن يا فرحه ما تمت، بينزل عليه سيفانا وبيسفله على الهادي، بيمسح بكرامته امريكا بالكامل وبيلي بيهرب منه وسط الناس. فريدي بيقول لبيلي انت فين يا اسطى؟ فابن الهرمه سيفانا بيقفشه وبيقول له قول لي بقى فين اللي اسمه بيلي ده، اوصل له ازاي؟ في الوقت ده بيلي بيكون في البيت واخواته كلهم بيعرفوا انه بطل خارق. بيخش عليه وبيقولوا له احنا عرفنا الحقيقه وكمان عرفنا عنوان والدتك الحقيقيه. بياخد منهم العنوان وبيروح جاري على هناك، بيخبط عليها وفعلا مامته الحقيقيه بتفتح له، ولكن بتقول له امشي يا ابني من هنا، ما فيش زباله عندنا. بيقول لها انا يا ام بيلي، وبيكون عايز ياخدها بالحضن، ولكن جوزها بينده عليها بتقول له امشي من هنا. بينصدم وبيقول لها ازاي؟ وبعدين اللي جوه ده ابويا؟ بتقول له لا طبعا، بص انا هحكي لك اللي حصل، انا حملت فيك وانا عندي 17 سنه، ساعتها باباك الحقيقي ما رضيش يصلح غلطته وسابني لوحدي وهرب، وساعتها بابا عرف اللي حصل وطردني بره البيت، خلفتك فتره ورضيت بيك، ولكن ساعتها كنت صغيره وعايزه ذكر يحنكشني وينكشني وفركشني، فرمتك في الملاهي، ولما لقيتك مع الشرطه اطمنت عليك وقلت هيخلوا بالهم منك. بيلي بينصدم وبيقول لها طب خدي دي. تقول له ايه دي؟ بيقول لها دي اخر حاجه كانت منك، كنت بتعلق بيها على امل ان ارجع لك. هو بيسيبها ويمشي. فريدي بيتصل بيه بيقول له معلش يا اسطى انا جاي لك، ولكن اللي بيكلمه سيفانا وبيقول له لو ما جيتش حالا هخلص على كل عيلتك. بيلي بيغضب وبياخدها جري على سطح المبنى، بيطير وبيقول شيزام، هو بياخدها طيران على البيت. بيخش له جوه بيقول له بهدوء كده هنخش المغاره تدينا قوتك وهسيبك انت وعيلتك تعيشوا في سلام. هو فعلا بيرمي التعويذه دي على الباب واخواته بيقولوا له لا ما تسيبش قوتك يا بيلي، ولكن علشان ينقذهم بيخش المغاره معاه، بيمسك العصا وبيقول له قول اسم البطل علشان اخد قوتك. بيخرج كل شياطينه حواليه ولكن اخواته بيخشوا وبيخبطوه بالحديده دي في دماغه، بيتعور
وبيلي بيستغرب، ولكن الشياطين بيخشوا جوه جسمه والجرح بيلم تاني. بيلي بيعرف ان سيفانا ما بيكونش ليه اي قوه لما الشياطين كلهم بيخرجوا من جسمه، وسيفانا بيكون خلاص هيقتل اخواته، ولكن بيلي بيخبطه في كتفه وبيرميه بعيد وبيهرب باخواته. هو بيروح يستخبى وسط طلبه المدرسه في الملاهي، ولكن ابن الهرمه بيوصل له. هو بيقول له خليك مستخبي وانا هخلص على كل اللي انت مستخبي وسطهم يا جبان. بيلي بيقرر يواجهه وبيشيل كل الخوف اللي جواه وبيطلع له بكل شجاعه. هو بيكسر عظمه بالكامل، ولكن ابن الهرمه بيخرج الشياطين حواليه. بيلي بيجري على الشيطان علشان يضربه، ولكن الشيطان بيختفي وبيقفشه زي الفار. فبيقول شزام بيلغي قوته وبيهرب، وهو بيجري بيقع على وشه في الميه. بيخرج وبيكون خلاص هيقول شزام، ولكن سيفانا بيمسكه من رقبته وبيغطسه في الميه تاني، وبما انه تحت الميه مش هيقدر يقول شزام ويتحول. سيفانا بيكون خلاص هيخلص عليه، ولكن ميرا بتخبطه بطلقه بيمسكها ولا بتأثر فيه، ولكن بتشغله عن بيلي. وبيلي بيقول شزام بيتحول وبينزل فيهم تخبيط بكل غباء، ولكن الوحوش بيمسكوا اخواته. فبيلي بيستسلم للامر الواقع وبيقرر يدي لسيفانا قوته علشان الوحوش تسيب اخواته. بيمسك العصا. في الوقت ده بيفتكر كلام الساحر لما قال له انا اخر واحد في اخوات الصحراء، فبيعرف ان العصا فيها قوه اخواته الصحراء. فبيلف العصا الناحيه الثانيه وبيخبط بها سيفانا، وبيقول لاخواته امسكوا العصا وقول له اسم البطل كلكم، يلا 1 2 3. بيقولوا بيلي. بيقول لهم بيلي مين؟ اسم قوتي اللي بتحول بيه. بيقولوا شزام. كلهم بيتحولوا وبيلي بيكون في منتهى السعاده وبيكسر العصا نصين. سيفانا بينصدم وبيخرج عليهم الحمير اللي في صدره. تخرج مين؟ احنا معانا 6 ابطال كدابين، كل واحد فيهم بيمسك وحش عنيف وعينيك ما تشوف الا التدمير. هو الكبير بيمسك الكبير وبينزلوا في بعض تحمير. بيلي بيحس ان المشوار طويل فبيشغل دماغه. هو بيكون عايز يخرج اخر وحش جوه سيفانا علشان يخلص عليه بكل سهوله. بيقول له انت جبان، لو شايف نفسك راجل اطلع لي بره راجل لراجل. هو فعلا الوحش بيخرج من جسم سيفانا وسيفانا بيقع لتحت. بيلي بيديله القضيه بيخلص عليه بكل سهوله. بينزل ياخد سيفانا وبيقلع جوهره الشياطين اللي في عينه. الشياطين بيرجعوا تاني في الجوهره، وبكده سيفانا مع السفانه. الناس بتشكرهم لانهم انقذوهم من الموت، وبيلي بيرجع الكره مكانها في المتاهه. الشياطين بيرجعوا مكانهم تاني، وبيلي واخواته بيرجعوا كلهم لطبيعتهم وبيعيشوا مع باباهم ومامتهم، والاسره بالكامل بتكون في منتهى السعاده. جهز نفسك بقى كده يا كينج، لان اللي فات كان مجرد تسخين واللي جاي كله فيتامين. فجز معايا ويلا نبدا. هو بيبدأ الجزء الثاني في متحف فيه تحف. من ضمن التحف دي بتكون موجودة عصاية الساحر اللي بيلي كسرها نصين. 2 جنود بيخشوا وبيكونوا عايزين يكسروا الازاز. المرشد بينده الامن، ولكن بينزلوا الازاز وبيخلعوا الاقنعة. بيكونوا 2 ستات ساحرات اخوات اللي هم كليبسو وهيسبارا، كل واحدة فيهم بتمسك نص من العصا وبتمتص قوتها. فرد الامن بيهجم عليهم، ولكن هيسبارا بتوسوس له. فالواد بيتحول وبيروح يحول حد تاني. كل واحد بيروح يوسوس للتاني وبيبقوا تحت طوعها. المتحولين بيخرجوا على الكوبري بيدمروه وبيوقفوا الطريق بالكامل. فريدي بيعرف اللي حصل وبيبلغ بيلي. اخواته كلهم بيخرجوا وبيقولوا شزام. بيتحولوا وبياخدوها طيران على الكوبري اللي بيتقسم نصين، والناس بتكون خلاص هتقع لتحت، ولكن بيلي بيحضر في الوقت المناسب وبينقذ الست دي. اخواته بينقذوا كل الناس الموجودين على الكوبري وبيرجعوا تاني لمكانهم السري. الساحرات بيرجعوا تاني مكانهم وبيدخلوا عند الزنزانه دي. بيخبطوا عليها، بيكونوا ساجنين الساحر فيها. بيقول لهم سيبوني اموت في هدوء. بتقول له مش عايز تعرف اللي حصل، احنا دخلنا عالم البشر. بيقول لهم مستحيل، انا عامل سد مستحيل تخشوا عالم البشر الا لو اتكسر. بتقول له بالظبط، عصايتك السحريه اتكسرت وقدرنا نخش عالم البشر، واخيرا جه الوقت اللي نرجع فيه عالمنا واهالينا وناخد بطار بابانا منك. بيقول لهم ازاي العصا اتكسرت وفين البطل اللي ورث قدراتي؟ بتقول له مفيش بشر هيقدر يوقفنا، ولكن ده هيحصل بعد ما تصلح العصا. بيقول لهم انا مش هصلح حاجه. بتسحبه بالعافيه وبتثبته مكانه، واختها بتوسوس له وساويسه بسحرها. بتقول له صلح العصا. ما بيقدرش يقاوم سحرها وفعلا بيصلح العصا. في الوقت ده فريدي بيكون في المدرسه، وفي طالبه بتيجي جديد في المدرسه فبيتعرف عليها، بيكون اسمها ان. بريت الرخم بيرخم عليه كالعاده وبيخش يكسر عظمه. هو بيحرجه قدامها. ده ما بيقللش منه في نظرها، بالعكس بتقرب منه اكتر وبتفضل معاه طول الوقت. بيتعلقوا ببعض وتقدر تقول الحب ولع في المدرسه. في الوقت ده الساحر بيبعت رساله لبيلي. هو بيروح له في الحلم على اساس انه بنت. بيكون خلاص هيستفرد بيه، ولكن بيقول له فوق يا فايح يا ناح، انا جيت لك من عالم تاني. بيقول له ازاي انت مش موت؟ بيقول له لا انا ما متش، بس بعد ما اديتك قوتي كنت لازم اروح اي عالم تاني. المهم خلي بالك لان بنات اطلس دخلوا عالم البشر وعايزين يعذبوا البشر ويسيطروا عليهم. بيقول له يعني عايز نعمل ايه؟ بيقول له يعني العالم واقف عليك، اتصرف مفيش وقت. بيلي بيصحى من النوم وبيعرف ان دي رساله من الساحر. بيجمع اخواته وبيحكي لهم كل اللي حصل. بيقول لهم مش انت بتقول الساحر مات؟ ازاي يعني جالك برساله؟ بيقول لهم لا طلع عايش بس هو في عالم تاني. صدقوني يا جماعه ده اللي حصل. احنا لازم نعرف مين هم بنات اطلس
دول. اخوه بيقول له تعالى معايا انا عندي اللي يساعدك. بياخدوا المكان هو بس اللي يعرفه. هو بيدخل جوه اكبر مكتبه على مر التاريخ. بيخش جوه للقلم السحري. هو بيدر بيقول له ازيك يا ستيف يا صاحبي. بيلي بيقول له هو اسمه ستيف. بيقول له لا انا بدلعه، ما هو ده اللي هيساعدنا، احنا هنساله اي سؤال وهو هيجاوبنا عليه او هيدلنا على اسم الكتاب اللي فيه الجواب على اسئلتنا. بيقول له بجد؟ بيقول له جرب. بيقول له بص يا ستيف احنا عايزين معلومات عن بنات الاطلس. بيكتب لهم اسماء كتب كتير عنهم، فبياخدوا اسمه منهم وبيدوروا على الكتاب. في الوقت ده فريدي بيكون قاعد مع ان وبيقول لها تعرف الابطال الخارقين؟ تقول له واو بيبي انا بموت فيهم. بيقول لها انا مصاحب واحد منهم وكمان ممكن اتصل بيه يجي يقابلك. بتقول له بجد؟ بيقول لها اكيد يا بنتي. بتقول له مين فيهم؟ بيقول لها بص في الصوره انا اعرف اقوى واحد فيهم. بتقول له الاحمر ده؟ بيقول لها لا هو اجمل واحد فيهم. بتقول له الاخضر ده؟ بيقول لها بقول لك ايه خليها مفاجاه، استنى اروح اتصل بيه. بيروح يمثل انه بيكلمه وبيتحول وبيظهر لها من الناحيه الثانيه. بتفرح قوي وبتفضل تتكلم معاه. في الوقت ده بيلي وباقي اخواته بيجمعوا الكتاب بتاع الاطلس. يوجين بيقول لهم بص يا جماعه الحكايه كلها ان الاطلس ده لا عصايه سحرها قوي جدا. ساعتها بقى استخدم العصا غلط وفضل يسرق في قوه اشخاص خارقين لحد ما جمع في العصا دي اكتر من قوه، ولكن السحرة خدوا منه العصا وقتلوه بيها وعزلوا العالم بتاعه عن عالم البشر. وبكده اللي رجع بنات اطلس اكيد ان العصا دي اتكسرت او حاجه زي كده. بيلي بيقول لهم هو ده السحر اللي مسكني العصا واداني القوه. بيفتكر العصا اللي هو كسرها ورماها. بيروح على التلفزيون وبيفتح قناه اخبار. بيعرف ان في 2 ستات دخلوا المتحف يوناني وسرقوا العصا من المتحف. بيقول لهم نهار اسود انا يا جماعه اللي كسرت العصا دي ورميتها. بيقولوا نهارك اسود. بيقول لهم اعمل ايه انا كنت فاكر ان العصا بعد ما خدنا منها القوات ملهاش لازمه تاني. بيدرو بيقول لهم لقيتهم هم دول بنات الاطلس كليبسو وهسبارا وان دي اللي بتكون مع فريدي واخواتها بيهجموا عليه وبيلزقوه في سله الزباله. بيقول لهم اها انتوا اشرار. بيكون خلاص هيهجم عليهم ولكن بياخدوا قوته بالعصا. ان بتتصدم وبتقول له انت فريدي؟ بتقول له صدقني ما كنتش اعرف انك انت واكيد لو اعرف ما كنتش هاذيك. بيقول لا انا ما بتاذيش يزام. يفضل يكرر في الكلمه ولكن ما بيتحولش. بيجري علشان يهرب منهم ولكن ان بسحرها بتغير المكان. وكليبسو بتقول له قول لي يلا فين بقى اخواتك؟ بيقول لها بقى اخواتي جايين عليكم. ولكن ان بتحاول تتوهه ولكن بيلي بيعدي بكل حرفيه بس برضه بيلبس في البرج ده. بقى اخواته بيحضروا في المكان وكليبسو بتقول لهم لو قربتوا خطوه هنقتل اخوكم. بيسيبوها تاخد فريدي وتهرب. بيلي بياخدها طيران وراهم ولكن بتعمل غلاف عازل وبتهرب منه. بياخدوا فريدي يحبسوه مع الساحر. فريدي بيقول للساحر هو انت؟ بيلي قال لي انك ميت. بيقول له هو انت تعرف بيلي منين؟ هو اداك كود شيزام؟ بيقول له بالظبط بس قال لي انك مت. بيقول له لا ما متش بس ما تقلقش هنموت انا وانت هنا. في الوقت ده بيلي بيقول لاخواته احنا هنبعت لهم رساله تفاوض، دي هتكون خدعه علشان نعرف نرجع فريدي. في الوقت ده الحراس بيخرجوهم لبنات اطلس وكليبسو بتقول لفريدي قول لنا اسماء اخواتك وخلي بالك لو كدبت هنعرف انك بتكذب. بيقول لها وعلى ايه يا ست انا هقول لك، واحد اسمه محسن والتاني اسمه جمعه والتالت بتقول له انت كذاب. سبيرا بتروح له والساحر بيقول له خلي بالك دي قوتها توسوس في عقلك وتخليك تقول اللي هي عايزاه غصب عنك. بيقول له مش هتعرف استنى وهتشوف. هو فعلا بتوسوس له ولكن فريدي بيفضل يقاوم وما بيرضاش يتكلم. بيفضل يتألم لحد ما بتيجي الرساله دي من بيلي. كليبسو بتقول لهم وقفوا دي رساله من اخواته واللي بيكون مكتوب فيها كالتالي سلمونا فريدي وهنستسلم ونسلمكم قوتنا. قابلونا بكره في كافيه حمو عجينه هكون مجهز لك مشروب طاقه. اسبيرا بتقول له ايه مشروب الطاقه ده يالا انت سلاح فتاك ولا ايه؟ بيقول لها ما اعرفش. ان بتقول لها ما تعذبوهوش اخواته خلاص هيستسلموا. بتقول لها دول بشر ما لهمش امان. بتقول له الحراس ارموهم في الحفره. فريدي بيقول لها ايه يعني الحفره دي زي المراجيح عندنا. الحراس بياخدوهم وفعلا بيرموهم في الحفره. بيحسوا بحركه في المكان ومره واحده تنين عملاق بيقف في وشهم. فريدي بيقول له ايه ده يا عم؟ بيقول له ده ليدون حارس اطلس. التنين بيثبتهم وبيكون خلاص هيهجم عليهم ولكن مره واحده المكان بيتغير بالكامل. وطبعا اللي عملت ده ان بتقول لهم ما تخافوش انا جيت هنا علشان الحقكم. اخواتها بيندهوا عليها بتقول لهم انا لازم امشي حالا اهربوا مفيش وقت هتلاقوا الباب اللي هيرجعكم عالمكم في نص المتاهه. هو بتسيبهم وتمشي. في الوقت ده بيلي بيكون طالب سندوتشات ومستني كليبسو. مره واحده بتظهر له وبتقول له هتنفذ اللي قلت عليه. بيقول لها الاول لازم تعرفي حاجه، لازم تعرفي ان معايا عيله تاكل الزلط. الزلط انتوا فين يا رجاله؟ اخواته بينزلوا وبيقول لها ايه رايك في عيلتي؟ بتقول له بس انت نسيت عيلتي. اختها بتظهر وبتاخد قوه بيدرو بتكون هتكمل عليهم ولكن بيكسروا عظمها وبيبعدوها عنهم ولكن بنت الهرمه الثانيه بتثبتهم. وبيلي بينزل عليها وبياخدها في المخزن تحت. بنت الهرمه بتنزل في تخبيط ولكن ميري بتنزل عليها ابلع يا شايبه. ولكن بنت الهرمه بتربطهم بالاسلاك دي وبتريح بيلي مكانه. بتجمع له حبه خرده محترمين في بعض وبتقول له انت ضعيف جدا. وبتكون خلاص هتضربهم عليه ولكن بيلي بيبعد بيجيبهم فيها صف النيه قبل ما تشرع فيها يا عزيزي. المهم بيفتحوا باب على المتاهه وبيخشوا بيها. اختها بتكون خلاص هتضربهم ولكن
ولكن ما بتلحقش وبياخدوا كليبسو معاهم، بيحبسوها في الزنزانه دي وبيسيبوها ويمشوا، ولكن بنت الهرمه بتكسر القفل وبتهرب من السجن، بتاخد التفاحه اللي هترجع بيها عالمهم وبترجع بيها عند اخواتها. والساحر وفريدي وهم بيهربوا بيشوفوها وهي داخله بالتفاحه. الساحر بيقول له نهار اسود، شفت التفاحه اللي في ده؟ بيقول له يا عم ده وجبه خفيفه. بيقول له وجبه مين؟ دي التفاحه اللي هترجع بيها عالمهم. بيقول له طب انا هروح اسرقها منهم. بيروح علشان يسرقها وهزبرة بتقول لها احنا هنزرع التفاحه دي في عالم البشر، واخواتها الاثنين بيقولوا لها احنا كده هندمر عالم البشر. ومره واحده فريدي بياخد التفاحه وبيكون خلاص ماشي، ولكن بيعمل صوت وهزبرة بتقول له اختها انت اللي خرجتيهم صح؟ بيكون خلاص هيقتلوه، ولكن بيلي بيخش لهم وبياخدوا العصا منهم، بيرميها لفريدي علشان ياخد قوته، ولكن بياخدوها تاني. فريدي بيلمس منها العصا وبيتحول وبيجري من المكان. بيلي بياخد السحر وبيهربوا هم كمان، ولكن بنت الهرمه هزبيره بتطلع التنين من الحفره وبتاخدها جري وراهم، بتفضل تاخد قوتهم واحد ورا التاني، ما بيكونش فاضل غير بيلي وماري. ماري بتاخد التفاحه وبتطير بيها لفوق، وهزبيره بتاخدها طيران وراها، بتحصلها وبتاخد منها قوتها. ماري بتسيب التفاحه وبتنزل واقعه لتحت، ولكن بيلي بينقذها قبل ما تقع على الارض. وهزبيره بتاخد التفاحه وتمشي، بتروح في ملعب كوره وبتزرع التفاحه في الارض، بتخرج شجره كبيره جدا وبتبدا الوحوش تخرج من الشجره. الوحوش بتهاجم الناس، وبيلي وباقي عيلته ما بيكونوش عارفين يتصرفوا ازاي. هان بتحضر في المكان وبتقول لفريد انت كويس؟ انا اسفه في البدايه انا كنت بكره عالمكم، ولكن لما عرفتك وعشت وسطكم حبيتكم. اختي الكبيره كليبسو ما كانتش عايزه الدمار ده يحصل، علشان كده انا وهي هنقف في وش هزبيره. ما تقلقش انا هعمل المستحيل علشان اوقفها، حتى لو ده هيكون السبب في موتي. بقول لها لا اوعي تموتي، انت لسه صغيره في السن وقدامك الحياه طويله. بتقول لها يا حبيبي انا عندي 6000 سنه. بيلي بيضحك بيقول لها سوري مش قصدي، بس مش باين عليكي. بتقول لهم طيب انا هروح علشان احاول اوقف هزبيره، وفعلا بتروح لها هي وكليبسو. ان بتقول لها ايه اللي بتعمليه ده؟ احنا هدفنا نرجع عالمنا مش ندمر عالم تاني. بتقول لها ما هو ده انتقام من البشر. كليبسو بتقول لها على جثتي ده يحصل، فالتنين بيخبطها في ظهرها. ان بتجري عليها وهزبيره بتقول لها ما تزعليش يا اختي هخليك تحصليها، وبتكون خلاص هتخلص عليها، ولكن ان بسحرها بتغير المكان، وبنت الهرمه بتروح وراها بتاخد منها سحرها، وبكده مفيش الا الولد العنيف بيلي اللي هيقف في قدامها. بيروح جري عليها وبياخد التنين بيكسر بالبرج، ولكن التنين بيخرج عليه نار من بقه، بيقول للناس ابعدوا من هنا، وبيضرب على التنين رعد، ولكن هزبيره بتاخد الرعد في العصا اللي معاها. بيلي بيقول مستحيل، العصا بتخزن اي طاقه زي البطاريه بالظبط. في الوقت ده دلارا بتروح عند الشجره وبتشوف فرس النهر بيهجم عليهم وبيكون خلاص هيقتلهم، ولكن بترمي له شوكابون قدامه. الفرس بيهدى ودلارا بتفضل تاكله شوكابون، هو اسمه كده عندنا عزيزي. المهم بتاخد جيش منهم وبيهجموا على الوحوش. في الوقت ده بيلي بيروح لكليبسو وبيقول لها ارجوكي ساعديني، ازاي اوقف اللي بيحصل ده؟ بتقول له التنين قوي جدا ولكن هقول لك ايه الحل. في الوقت ده هزبيره بتهجم على الناس علشان تقتل اختها ان، وفعلا بتوصل لها وبتقول للتنين اقتل الخاينه. التنين بيثبتها وبيثبت معاها فريدي، ولكن فريدي بيقدر يتحكم في عقله وبيروح عند ان بيقول لها ما تخليش التنين يسيطر عليكي، انت اقوى من المخدرات. هزبيره بتقول للتنين خلص عليهم، بيكون خلاص هيخلص عليهم، ولكن بيلي بيحضر في الوقت المناسب وبيمسك التنين من ديله وبيقول له عيب عليك لما تقتل اخويا. لا استنى يا فريدي ما تضربهاش. بتبص فبيجري وبياخد العصا السحريه منها، بيقول لها لا حلوه دي خدعتك ها، عايزاها تعالوا ورايا. هو بياخدها طيران لفوق، بتروح وراه لحد ما بيوصلوا لمكان كليبسو. كليبسو بترمي تعويذه وبتفضل تضايق في الدايره لحد ما بتخليها على قدهم بالظبط. هزبيره بتتصدم وبتقول لها شيل الدرع ده، بتقول لها طول ما انا عايشه مش هتقدري تاذي حد. في الوقت ده اخوات بيلي بيحضروا في المكان، وبيلي بيقول لهم انا هحارب ومش هخرج من الدايره دي، يا اما اكون كسبان المعركه يا اما هخرج ميت. بيقولوا له لا اخرج وهنشوف حل تاني، ما بيسمع لهمش وبيسيبهم ويمشي. بيرجع تاني لهزبيره بتقول له خلينا نخلص الموضوع ده، بيقول لها خلاص خلص. التنين بيطلع عليه نار وبيلي بيخش جوه النار دي علشان يوصل بق التنين، ولكن ما بيوصلش والتنين بيديله واحده بيريحه. بيلي بيلف الناحيه التانيه وبيديله واحده في وشه وما بيشوفش حاجه تاني. التنين بيجري وراه وبيطلع طاقه منه، بيلي بيستغل الفرصه وبيشحن الطاقه دي في العصايه اللي معاه. بيلف الناحيه التانيه وبيروح طيران وبيغز التنين في صدره، ما بيقولش الزهم، بيفجر الحفره بالكامل بيلي فيها. كليبسو بتختفي والوحوش بتختفي والدمار اللي في المكان كله بيختفي، ولكن بيلي بيموت وعيلته بالكامل بتكون في منتهى الحزن عليه. الساحر بيقول لهم مات بطل يبقى لازم يدفن كبطل، وفعلا بيدفنوه في المكان اللي يليق بيه، ولكن مره واحده بيخرج ايديه وبيقول لهم جرى ايه يا جماعه في ايه السرعه في الدفن دي؟ يا دوب يغمى عليا تدفنوني؟ كلهم بيكونوا في منتهى السعاده وبيرجعوا يظبطوا بيتهم وبيكملوا حياتهم السعيده. ومره واحده بيخش عليهم الساحر، بيروح عليه جري وبياخدوه بالحضن وبيقول لهم خلاص انا قررت اعيش في عالمكم، هسيبكم بقى علشان اوبر مستنيني بره، وبيسيبهم ويمشي. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى عزيزي يكون الفيلم عجبك، فحط لايك يا ريت واشتراك لو نسيت،
وفيديو جديد في الطريق. سلام.